السلام عليكم. في لحظة في حياتك لازم تختفي فيها، مش هروب لكن إنقاذ لنفسك. لو فضلت زي ما انت دلوقتي فغالبا بعد سنة أو 3 سنين هتكون في نفس المكان ونفس المشاكل ونفس الإحساس. السؤال مش ازاي أتغير، السؤال هو ليه لسه ما اتغيرتش لحد دلوقتي. في لحظة معينة من حياتك بتوصل لمرحلة من الإشباع، مش إشباع بالنجاح لكن إشباع من الفشل. بتحس إنك واقف في مكانك، الأيام بتعدي والسنة بتسلم سنة وإنت لسه محلك سر. بتشوف الناس حواليك بتتقدم وأحلامك لسه حبيسة الورق. السؤال اللي بيطاردك دايما هو أنا ليه مش عارف أبدأ؟ ليه كل ما أخد خطوة برجع خطوتين لورا؟ الحقيقة المرة يا صاحبي إنك مش محتاج خطة جديدة ولا محتاج تحفيز زيادة، انت محتاج اختفاء. لازم تختفي عشان تقدر تظهر بالنسخة اللي تستحقها فعلا. النهاردة مش هقولك كلام نظري، النهاردة هنفكك خريطة التغيير خطوة بخطوة. رقم 1، فخ المستقبل والهروب من المواجهة. أنا كنت زيك بالظبط، عايش في وهم الروشنة، بضحك بخرج وبقضي وقتي في أماكن ملهاش لازمة، وبقول لنفسي أنا لسه صغير هبدأ بكرة. بكرة ده هو أكبر عدو ليك في حياتك. المشكلة إننا بنستخدم الهروب كآلية دفاع. بنهرب من إيه؟ بنهرب من إننا نواجه حقيقتنا. بنخاف نقعد في أوضة ضلمة مع نفسنا ونقول أنا مش راضي عن اللي وصلت له. الهروب مريح لكنه قاتل. التغيير مش بيبدأ بشجاعة، التغيير بيبدأ لما توصل لمرحلة من الألم تجاه وضعك الحالي تخليك ترفض إنك تعيش فيه ولو ليوم واحد كمان. اللحظة اللي تبطل فيها تخدع نفسك هي اللحظة اللي بتبدأ فيها حياتك الحقيقية. رقم 2، فن العزلة، إعادة ضبط المصنع. هنا بتبدأ مرحلة العزلة الانتقائية. كتير بيفهموا العزلة غلط، بيفكروها اكتئاب أو انعزال عن الناس. لا، العزلة اللي بتكلم عنها هي استراتيجية، هي انك تاخد هدنة من كل حاجة بتغذي نسختك القديمة. اولا الجسد، جسمك هو المركب اللي هتشيل عليه طموحاتك. لو المركب مهلوكة مش هتوصل لأي شط. الرياضة هنا مش للتباهي، الرياضة هي اختبار، انضباط يومي. تاني حاجة العقل، العقل مليان ضوضاء وقرارات. في العزلة بتبدأ تفرغ الضوضاء دي، بتسمع صوتك انت مش صوت اللي حواليك. نصيحة، جرب تعيش اسبوع الصمت، قاطع سوشيال ميديا، قلل الكلام، قلل الخروج. الفراغ اللي هتحس بيه في الاول ده الفراغ الايجابي، هو ده المكان اللي بتتولد فيه الافكار العظيمة والقرارات المصيرية. رقم 3، حرب المشتتات، تصفية الحسابات. أكبر عدو ليك مش الكسل، أكبر عدو هو المشتتات. المشتتات دي ممكن يكون شخص بيحبك بس بيشدك لورا، ممكن يكون تطبيق على تليفونك، ممكن تكون عادة يومية. التغيير الحقيقي هو جراحة، لازم تشيل الأورام اللي بتسحب طاقتك. سألت نفسك قبل كده مين في دايرتك بيزود طاقتك ومين بيسحب منك؟ اللي بيسحب لازم يخرج من الدايرة فورا، مش أسوأ منك، ده تغيير. التغيير مش بس إضافة عدادات جديدة، التغيير هو حذف عدادات قديمة. تصفية الحسابات مع الماضي هي اللي بتخليك خفيف، والقادر على الحركة هو اللي بيوصل أسرع. رقم 4، الهندسة المعمارية للنفس، من الهدم للبناء. بعد ما هدمت النسخة القديمة جه وقت البناء. التغيير مش لحظة، ده نظام يومي. أنا بدأت أطبق مبدأ التراكم البسيط. يومي بقى عبارة عن أهداف صغيرة، مهمة واحدة مع بداية اليوم. اتعلم مهارة، التزم بالدايت. لما بتبدأ تبني بتبدأ تحس بقيمة الوقت. كل دقيقة بتضيعها وانت عارف انك بتبني بتحس انها خسارة. هنا الشخص اللي بتشوفه في المراية كل يوم بيتغير، مش بس ملامحه، نظرة عينيك بتتغير، طريقة كلامك بتتغير، وثقتك بنفسك بتتحول لشيء ملموس.
انت هنا مش بتدور على نتيجة، انت هنا بتدور على هوية. يا صاحبي، لو وصلت لحد هنا فده معناه ان جواك شرارة. بس خليني اقولك الحقيقة، مفيش حد هيغير حياتك غيرك، ومفيش نصيحة في العالم هتعوض فعل واحد حقيقي. يا تبدأ النهاردة وتدفع ضريبة التغيير، أو تفضل في نفس الدايرة وتشتكي من نفس النتائج. الاختيار اختيارك. احنا هنا في أبيض بنؤمن إن التغيير متاح، لكنه للجادين فقط. ابدأ النهاردة، اختفي، ركز، وابني نفسك من جديد. أنا هنا عشان أشوفك بتتحول، وأشوفك في القمة. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.